كنت قاعد على القهوة في وش المحل ده 3 ساعات وشفت الراجل ده ما دخلهوش زبون وقاعد نفس القعدة وشكله شايل الهم. وده بوست انتشر امبارح بصورة كبيرة على السوشيال ميديا، قلت صوره واسيب الباقي على ربنا وعليكم، يمكن نكون سبب في رزقه بعد ربنا. وفعلا اتحركنا في وقتها وقررنا نروح نعرف الناس بشادي، شاب محترم متجوز وعنده اولاد، اشتغل 12 سنة في شركة كبيرة لحد ما الشركة سرحت جزء من العمالة، لكن ما حطش ايده على خده ونزل قعد على القهوه. راح استلف فلوس واجر محل واشترى معدات وجاب شيف يعلمه كل حاجه وفتح المحل وبيسعى لرزقه. قررنا المطعمجيه نجرب اكله. بصراحة الراجل كل حاجة عنده نضيفة، بيعمل كفتة وصدق وحواوشي وبانيه وشيش طاووق وحاجات تانية كتير فينو وبلدي. عايز اقولك انت بتاكل لحمة صافي ونضيفة. قال لي انا ما بشتغلش غير انضف واضمن حاجة، والسندوتش بياخد 70 جرام لحمة عكس اي مكان بيكون اقل من 50 جرام. صدقه ممتاز جدا، وانا عن نفسي انبهرت ازاي الراجل ده بيقدم الجودة الكويسة دي. الفراخ البانيه تتبيلتها بتاعتها روعة، طرية بتدوب في البق، والصوص مخلي طعمها جامد. الشيش طاووق بقى دخل قلبي مش معدتي، بجد الفراخ قطع كبيرة ومخدوم قوي. حواوشي الكهراوي حلو جدا في العيش البلدي بقى مع الطحينة، بجد يا جماعة مفيش احلى من الاكل المصري الاصيل والمشويات الصحية. العنوان في سموحة ورا عصير مكة عند كافيه في الفيلا وابو رياض السوري، عنده دليفري وبيوصل لاي مكان، والمنيو بتاعه في الكومنتات. الراجل ده واقف لوحده حرفيا بطوله وطيب جدا وشايل هم البيت ومصاريفه وديون المحل، وقال لي ربنا يكبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري، وجيت تصور لي قلت له مصر كلها هتكبر بخاطرك مش انا بس.